بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله بمنه وكرمه جل في علاه أن يوفق من يشوفني ويشرح صدره ويسر أمرنا وأمره ويغفر ذنبه وذنبنا ويجمعنا وإياه في جنات عرضها السماوات والأرض. أخي الغالي وأختي الغالية، لو تأتون في دورة مياه عزكم الله وتحصلون المصحف عزها الله وأكرمه الله من النجازة، وتحصلون هذا المصحف في دورة مياه، ايش بتسوون؟ يرتفع ضغطكم وتعصبون. ليه كل ذا؟ لأن كتاب أنزله من؟ أنزله الجبار. ليه؟ لأن أسامي الله جل في علاه. ليه؟ لأن أسامي الأنبياء رضي الله عنهم موجودين في هذا الكتاب. اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين عائشة. أسأل الله أن يوفقكم. ولكن للأسف إن فيه أسامي لله جل في علاه وهي في دورة المياه. أقرب مثال يا أخوان لكم، عندكم هذا المنتج تشوفونه شامبو واضح، يمكن أكثر البيوت يمكن 70% موجود هذا المنتج وفي دورة المياه، ولكن أنتم لا تعلمون. عندنا هنا مكتوب عبد المؤمن. المؤمن، من هو المؤمن يا أخوان؟ الله. من هو المؤمن؟ الجبار. من هو المؤمن؟ الذي خلق السماوات والأرض. من هو المؤمن؟ الذي أوجدك وأوجدني. من هو المؤمن يا أخوان؟ الذي أكرمنا بالعين والسمع والبصر وبالعافية هو الله جل في علاه. وللأسف موجود في دورات المياه. أدري يا أخوان إنكم ما تدرون عن هذا الشيء، ولكن اللي علي الآن أنا سويته، وصلت لكم الرسالة إنكم تنتبهون. أسامي الله من جميع المنتجات اللي تدخل في دورة المياه كرمكم الله لازم تقرون وش مكتوب فيها. إذا فيها أسامي الله جل في علاه تشيلونه. هنا مكتوب في هذا المنتج المؤمن. أنا ما قلت لك قطع ذا ولا أحذفه، لا، شيل بس اسم المؤمن، بس كرم اسم الله جل في علاه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. اللهم يا كريم يا غفور يا رحيم، اللهم اشهد جل في علاك إني وصلت رسالتي لعبادك، اللهم بلغت فاللهم فاشهد. أخي الغالي وأختي الغالية، أسأل الله أن يوفقكم. انتبهوا، هذه رسالتي لكم. إن كان عندكم هذا المنتج شيلوا اسم الله، وأوصيكم وأوصي نفسي بنشر هذا المقطع. كم ناس من البيوت يشيلون اسم الله وتكون أنت السبب. أسأل الله أن يوفقك، وأسأل الله أن يجعل سببا في دخولنا الجنة. والسلام عليكم.